هناك لحظة في حياة كل شخص، لحظة واحدة فقط، لحظة حاسمة، لحظة يسكت فيها الجميع، لحظة كش ملك. لكن تلك اللحظة لا تأتي بالصراخ والوعود، بل تأتي بالصمت، بالصمت الذي يسبق العاصفة. هو الوحيد أعظم قوة التي لا يدركها الكثير. أن تتحرك بصمت، أن تفكر بصمت، أن تخطط وتدعو بصمت، وتعمل بصمت بعيدا عن الأنظار والأضواء. في تلك اللحظات لا أحد يراك، لا أحد يصفق لك، لا أحد يعترف بمجهودك، وهذا ما يجعلك قويا. أنا لا أعمل لأكون محتفى به، لا أحد يعترف بإنجازاتي. أفعل ما أفعله لأني لو لم أفعله لن أحقق ما أريده. هذه هي قوة التحرك بصمت، حيث لا يراك أحد إلا نفسك وأشباحك. كل مبتكر، كل رياضي، وكل عالم نراهم في قمة المجد، لكن لا نرى الدموع التي سالت في الخفاء. لم نشهد الأوقات التي كادوا. لن أعطيك لمحة عما يحدث. الإعلان الوحيد الذي ستحتاجه مني هو لقد فزت. أنا حققت النصر. شككت بي وتكلمت عني واعتقدت أنني انتهيت. شاهدني الآن كيش ملك أفعلها بصمت. لن أقول كلمة واحدة حتى يتحقق المراد، لأن الحياة مثل لعبة الشطرنج، لا تتحدث حتى تحين اللحظة الحاسمة. توقف عن الحديث عما تريد فعله. الناجحون قد أتقنوا فن الوحدة، يعرفون قوة أن تقضي وقتا مع نفسك، تفهم سلوكياتك، معتقداتك، حدودك. تلك اللحظة التي تقضيها وحدك هي التي تصنع نقطة الفارق. لا حاجة لأن يعرف الجميع ما الذي تفعله. تحرك بصمت،